الموتوسيكل ده بقى طبعا لسه شاريه امبارح، تمام؟ زي ما انتم شايفين علب جاكمانات تعديل بس، وزي ما انتم شايفين كده الموتوسيكل يعني ايه؟ موتوسيكلك ده؟ موتوسيكل. يعني ايه موتوسيكل؟ ما اعرفش. امال ده بيعمل ايه معايا؟ اعملوا على موتوسيكلاتكم بقى. معلش بقى، ما تنسوش اللايك الجامد والسبسكرايب عشان نبوظ الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات. وعمرو جابر. طبعا هنتكلم وعمرو جابر، نسيت اعرفه المغني بتاعنا وحشتيني بتاع اغنيه وحشتيني. طبعا نخش في الموضوع. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. اسكت انت، انا عارف الناس دي كويس. كوازاكي زد 1000. زد 1000 طبعا مين فيكم يعرف الزد 1000؟ ناس كتيره قوي. ليه؟ لان هو من موتوسيكلات العشاق وناس كتير قوي بتحب الموتوسيكل ده. النهارده بقى معانا موديل 2010 عايزين نتكلم مع عمرو بصفه عامه عنه عشان الناس دايما تعرف ايه الجديد اللي بيبقى موجود في السوق، واللي بيبقى برضه شايف موتوسيكل في الشارع يعرف هو الموتوسيكل ده ايه بدل ما يخبط. وانا بالنسبه لي يا اسامه الموتوسيكل ده كان اريح بالنسبه لي من الموتوسيكلات الريس العاديه عشان قعدته اريح بكتير من الموتوسيكلات العاديه بصراحه. قاعد مرتاح زي غير الموتوسيكلات اللي بتميل قدام. ستريت فايتر. اقعد كده. عمرو اطول مني كمان شويه. انا كان بالنسبه لي قاعده مريحه ان انا بقعد كده، غير الموتوسيكلات العاديه بتبقى قاعد عامل كده، فطبعا ظهري كان بيوجعني، فده بالنسبه لي كان اريح بكتير. عالي شغل في البلد يعني اريح بكتير. انا طولي 194 سم، عروسه ولا مفيش مقارنه يا جماعه. الناس بتقول لي انت طويل. يعني لعيب باسكت قد الدنيا. بص الموتوسيكل ده عامه البرودكشن بتاعه من اول 2006 لحد 2017 عامه نزل من موتوسيكلات الزد 1000 3 أو 4 موديلات، اللي هو ال 750 وال 800 وال 900 وال 1000. احنا النهارده بنصور كده كام موديل؟ 4 موديلات. حلو. احنا النهارده بنصور على الزد 1000. الموتوسيكل ده انتاجه 2009 2010، وبعد كده بدا يتغير حاجات ثانيه في الشيب من اول 2013. الشيب الفانوس اللي قدام اختلف بقى شويه، والديله بقى والكلام ده كله. الموتوسيكل اللي قدامنا ده وزنه 236 كيلو، برضه وزنه تقيل يعني مش وزنه خفيف، بل بالعكس هو موتوسيكل ستريت فايتر، وموتوسيكل زي ما انتم شايفين شكله هجومي بالجناب بتاعته بالوش بتاعه بتطليعه التانك بتاعته. لا موتوسيكل كده يخطف، يعني يخطف القلب. طبعا اللون بتاع عامه الكوازاكي عامه اللون بتاعه يا عمرو اكتر لون معروف بالكوازاكي ايه؟ الاورنج والاخضر. هم لا الاخضر ما لا بس الاورنج عشان موتوسيكلي معلش. فاهمني؟ احنا بنتكلم في الصح. دايما كوازاكي مشهوره باللون الاخضر، زي شركه فودافون مشهوره باللون الاحمر، اورنج باللون البرتقاني. كوازاكي مختلفه دايما تماما، بتحب ان هي توحد اللون بتاعها. اللون بتاعها لونه اخضر، ولكن من اللون الشايني برضو عندنا اللون اللي هو بيقولوا عليه برتقاني كروم اعتقد. اللون ده بيبقى لون شايني وبيبقى واضح قوي في الموتوسيكلات، بغض النظر ان النجمه دي معموله، هو مش بينزل بالنجمه بس هو اللون التقطيع بتاعه كده اسود وبرتقاني. الموتوسيكل ده على قد ما هو 1000 سي سي، طبعا ناس كتير هتبقى عايزه تعرف الهورس باور والماكسيمم سبيد بتاعته قد ايه. الهورس باور بتاع الموتوسيكل ده 136 هورس باور، حاجه برضو كويسه جدا. احنا بنتكلم في سكوتر لسه كنا بنقول عليه 23 هورس باور، ولكن الموتوسيكل ده في اختلاف. ليه بقى يا عمرو؟ العداد بتاعه الناس تقول لك 300، هو عمره ما هيجيب 300. هو الموتوسيكل ده الماكسيمم سبيد بتاعته هيجيب 240، ودي برضو حاجه قويه. انت بتجري برضو في موتوسيكل وبتاع. طبعا انت بالنسبه لك استخدامه جوه ايه؟ لا استخدام جوه البلد يعني انا انت بتتحرك بيه؟ ما بسافرش بيه. لا بتروح بيه فين؟ يعني بروح بيه الكليه. بالنسبه لي هو مريح جدا في مشوار الكليه. انا عارف انت معاك سكوتر، بس ده بالنسبه لي يعني قعدته كده مريحاني، فبقيت بروح بيه نوع من انواع ان انا راكب موتوسيكل حلو، وفي نفس الوقت قعدته مريحه فمش مضايقني ومش بيحرق بنزين قوي، عادي برضو مش حارق البنزين العالي قوي، فبصراحه انا مرتاح فيه. ركنت السكوتر يعني. طبعا السعه اللتريه بتاعه تخزين التانك 15 لتر، ودي حاجه كويسه ان احنا كنا بنعمل ريفيوهات اللي هي 18 و10 و11. السعه اللتريه بتاعته بتكفيك اعتقد وقت معين. طبعا السعر بتاع الموتوسيكل ده بيتراوح من اول ال 120 140، ده الافرج بتاع التسعيره بتاعته على حسب الموديل وعلى حسب الكماليات. طبعا عمرو هنا حاطط علبتين جاكمان زي ما انتم شايفين تعديل. سمعكم الصوت برضو بتاعها، صوت الموتوسيكل غليظ. غليظ. طبعا ده في الدوسه بتسمع برضو صوت عالي جدا. زي ما احنا شايفين الفرده الخلفيه 190 جنط 17، واللي قدام برضو جنط 17 بس بتبقى 120. طبعا الفوانيس اللي ورا دي بتبقى ليد. طبعا الموتوسيكل اول ان بلاك
تعالى كده يا عم، هنلاقي الموتوسيكل الموتور وكل حاجه لونها اسود، ودي طبعا بتدي فخامه جدا للموتوسيكل كله، يعني بتدي شياكه من الاخر ان الموتوسيكل يبقى اسود كده في اسود، على قدام مساعدين مقلوبه، بس طبعا هو فيه كفرز كده فمغطيه شكل المساعد. الموتوسيكل فيه طنبورتين فرامل. طبعا الناس سؤال هتسال هل ده اي بي اس ولا مش اي بي اس؟ هو مش اي بي اس، هو الموتوسيكل فرامل بس فرامله كويسه جدا. ممكن العيوب بالنسبه لي بس هي شويه عيوب تقنيه ما اعرفش هم ليه ما حطوهاش هنا، مثلا ما فيش شاشه نقلات، مثلا دي عندي مشكله ان العداد ما فيش مشغلينه شويه. عداد بالظبط، ما فيش عداد حراره، يعني الموتوسيكل ما اعرفش حرارته كام، هو لما بيسخن بينور. غير كده ما فيش يعني ما ده فيش عيب برضه. عايزين رقم ناشد شركه كawasaki، بالنسبه لشركه كawasaki هنفجر الشركه لو ما حطيتوش الحاجات دي. ازاي مش حاطين له؟ بس هو عامه برضه في نقطه برضه عشان الناس تبقى عارفاها. معظم الموتوسيكلات مش بيبقى فيها شرط للحراره او الكلام ده. دايما بيحطوا انديكيتور لمبه. لو الموتوسيكل سخن بينور لك لمبه حمراء، اكتر اللمبه الحمراء بتاعت الايه، بتاعت الزيت. اي حد يشوف لمبه حمراء يقول لك بتاعت الزيت. اللمبه دي بقى ساعات بتدي لما الموتوسيكل يسخن ينور لمبه حمراء، ولكن هي طبعا مش هتبقى حلوه او لذيذه ان انت تبقى ماشي والموتوسيكل لا قدر الله سخن منك، ممكن يعمل روان وش سلندر او حاجه. وطبعا الحوار التاني اللي عمرو بيتكلم عليه موضوع النقلات، ان في ناس كتير بتحب وهي ماشيه تعرف هي ماشيه على النقله كام بالظبط. الكلام ده الدنيا طبعا مشاغل وحياه ومحدش هيفتكر النقله كام. ركز بالظبط. وفي حياته الراجل في كليه وبيغني وماسك. وبعدين كمان عندي تعليق ان برضو الديله صغيره، انا ما بعرفش اخد ناس كتير يعني ما بعرفش اخد حد مثلا لو حد حجمه كبير شويه ما بعرفش اخده ورايا. الديله صغيره لان انا باخد نص يعني لغايه هنا مثلا، فدي صغيره جدا طبعا. بتبقى لو مشكله كده يعني. عايزين نكمله اكستنشن ورا يا جماعه بالظبط ونعمله. طبعا هي الموديلات دي نازله كسبورت، كفكره ان هو طبعا عمرو لو احنا اتكلمنا مثلا عن فكره الستريت فايتر، كلنا عارفين فكره الستريت فايتر بتبقى دايما شكله الله ينور عليك. ولكن فكره ان اللي عمرو بيقوله ده دلوقتي هي صح وغلط. ليه؟ لان في موديلات بتنزل الكرسي بتاعها كنبه ودي بتبقى مريحه، وهي دي اصلا الموتوسيكلات فعلا اللي بنقول عليها تورنج في وسط البلد. والموتوسيكلات الستريت فايتر اللي هي بتتميز ان هي ما بيبقاش فيها فايبر وفيها الجدون بتاعها ستريت عشان خاطر القعده بدل ما تكون موطي تبقى اريح. لا بتبقى قاعد مريح. ولكن الفئه دي فئه سبورت. سبورت لازم يخلي لك الشكل هجومي ورياضي، فهي دي الرياضه يا عم. اوعى تستخسر في الرياضه حاجه. اصل انا مش شخص رياضي انت عارف. اوعى تستخسر في الرياضه حاجه. موتوسيكل الفئه العمريه اللي هيركبوا للموتوسيكل ده هيبقى من فوق ال 25 سنه، لان الموتوسيكل حجمه تقيل والموتوسيكل بيجري 1000 سي سي، مش عايزين تهور فيه. هل هو هينفعك في السفر ولا مش هينفع في السفر؟ انا واحد جربته في السفر ما كانش مريح بالنسبه لي، مش اي حاجه تخزين لا يعني ما هو الهواء كله بيدخل في صدري. نعم موتوسيكلات الريس بتبقى فايبر فمليانه من قدام فالهواء بيخبط فيها شويه، ولكن هو كجوه البلد موتوسيكل رائع. الموتوسيكل ده 4 سلندر، التبريد بتاعه تبريد بويا، الريداتير زي ما احنا شايفين هنا دايما متعودين عليه في النص هنا. اهم حاجه السيفتي السيفتي السيفتي. اللي بيركب الموتوسيكلات خطر لازم اهم حاجه تبقوا لابسين السيفتي بتاعكم. ما تنسوش بقى اللايك سبسكرايب وتدلعونا. وايه عايز مني حاجه بقى؟ رايح فين؟ خلاص بقى اعملوا بقى سبسكرايب انتوا ولايك بقى عشان انا عندي كورس الله يرضى عليكم وعايز استنى يا عم خلي بالكم عندي خبر حلو. احنا دلوقتي 85,000 متابع. عارفين يعني ايه؟ يعني احنا ان شاء الله الايام الجايه هنكسر الدنيا. ليكوا عندي اول والله العظيم يا عمرو ما اوصل ال 100,000 سبسكرايب هعمل لكم مفاجاه جامده. كل الناس اللي عندي اليوتيوب والله العظيم مفاجاه جامده جدا. ايه رايك يا عمرو في الموضوع ده؟ عايز اقول حاجه، الناس اللي كانت بتسال على موضوع التقسيط عامه موجود في المحل، تقدروا تشرفونا. وعايز اقول حاجه صحيح، في شباب كانت بتسالني على شغله كده. بصوا يا جماعه، اي حد لو عنده حرفه او صنعه الموتوسيكلات في الصيانه يقدر يتواصل معايا. هحط لكم الرقم بتاعي تحت الشخصي، تقدروا تكلموني. بيفهم في الصيانه وفي الميكانيك وعايز يقدر يشتغل، انا ما عنديش مشكله. انا طبعا مستعد ان انا حتى لو حد لسه برده بيحط ايديه بس يكون عنده الابيليتي ان هو يشتغل، انا هكون معاه وفي ظهره ان شاء الله. مستنيكم في الفيديو جاي. معاكم ساماتي بتاع موتوسيكلات.